السلام عليكم. عمرك فكرت إن سبب مشاكلك المالية مش في الفلوس نفسها ولكن في علاقتك مع الفلوس؟ ناس كتير بتعيش صراع داخلي مع الفلوس، ودايما بيشتكوا ودايما تعبانين ماليا في حين إن هما بيقبضوا كويس. ما سألتش نفسك الأسئلة دي؟ ليه واحد مرتبه كويس بيشتكي ماليا وواحد تاني مرتبه أقل منك مش بيشتكي؟ في الفيديو ده أنا هقولك إزاي تتصالح مع الفلوس. أول خطوة عملية إنك تغير طريقتك في التعامل مع الفلوس. أول جزئية، هو أنت شايف الفلوس إزاي؟ شايف الفلوس إن هي شر ولا إن هي خير؟ للأسف إحنا اتربينا على الجمل دي هي اللي بتبعدنا خطوات بعيدة جدا عن الفلوس. اللي يحب الفلوس يبقى طماع، الفلوس مش كل حاجة، الفلوس بتشتري السعادة. أنا هنا مش جاي أأكد الجملة ولا حتى أنفيها، أنا جاي أقول لك إن الجملة أصلا غلط. الجملة دي كل ما ترددها أنت بتأسس لمفهوم خطأ جواك. ما ينفعش يبقى عندك وعي مالي وانت عندك مفاهيم غلط عن الفلوس. الفلوس زيها زي السكينة، هي أداة، انت بتستخدمها بطريقة كويسة ولا بتستخدمها بطريقة شر. هنا النتيجة هي اللي بتحكم على الشيء نفسه. انا جيت استخدمت السكينة في طريقة خير، خلاص الحمد لله كانت نافعة وبشكر اللي اخترعها. لكن لو جيت استخدمتها بطريقة غلط، هنا ساعتها السكينة ملهاش ذنب، هي نيتي انا وطريقتي انا في استخدام السكينة. الفلوس زيها زي السكينة بالظبط. الجزئية التانية هو إن أنت بتتعامل إزاي مع الفلوس. لما أجي أنا أقول لك كلمة فلوس أنت بتحس بإيه؟ بتحس بتوتر، بتحس بضغط نفسي، بتحس بالذنب، شايف إن أنت أخطأت ماليا فبالتالي ما بتستاهلش المبلغ اللي أنت بتفكر فيه ده، أو ما تستاهلش الفلوس. لا، سامح نفسك على الفلوس، سامح نفسك على الأخطاء اللي عملتها، وطلع طاقتك من الفلوس. آخر جزئية هو إنك تسيطر على الفلوس. الفلوس لما بتيجي تدخل حسابك، لما بتيجي تدخل جيبك، انت عارف مصدر الدخل ده، وبرضه عارف هي بتخرج تروح فين. سيطر على المصاريف وحس بالتحكم على الفلوس عشان خاطر تصلح علاقتك بيها. وفي النهاية في تمرين جميل جدا بصراحة أنا اتدربت عليه واتمرنت عليه وحقق نتائج معايا وحابب إن أنا أقوله لك. المرتب بتاعك، الدخل بتاعك الشهري، اضربه في 12. شايف الرقم اللي ظهر لك ده؟ الرقم ده ضعفه مرتين، يعني الدخل السنوي ضرب 2. شايف الرقم ده؟ حطه قدامك كده وفكر ان ازاي يجي لك الرقم ده. زيادة مرتب، ولا ضاعفت المجهود بتاعك، ولا اشتغلت شغلانة تانية بنفس المرتب فبالتالي الدخل السنوي اتضاعف؟ صح؟ طبيعي جدا، كلنا بنفكر بنفس الطريقة. تعالى بقى عشان نبني وعي مالي سليم في الفترة اللي جاية، وفي الفيديوهات اللي جاية هقول لك ازاي. تعالى بقى امسك الدخل السنوي ده من غير ما تضاعفه، خلاص الدخل السنوي الحقيقي بتاعك، وحط جنبه صفر، يعني زود صفر، يعني انت ضاعفته 10 مرات. حاسس بايه؟ بتفكر بايه؟ هتتحصل عليه ازاي المبلغ ده؟ هيجي لك منين؟ انت مضطر تعمل ايه عشان تتحصل على المبلغ ده؟ انت متخيل؟ هنا طريقة تفكيرنا في الفلوس، هنا طريقة الوعي بتاعنا بيفكر ازاي في الفلوس. هنا احنا بنبني وعي سليم عشان خاطر نعرف نتعامل مع الفلوس. الفلوس هي أداة، الفلوس هي وسيلة وليس غرض. حط دايما الأسماء بمسمياتها الحقيقية وبلاش تجردها من معناها. الفلوس مش خطر، الفلوس مش شر. التمرين اللي أنا قلت لك عليه ده عايزك تتدرب عليه مرة واتنين، حتى لو اضطريت تسمع الجزئية دي من تاني، عشان خاطر ده هيغير مفاهيم كتير جوانا إن شاء الله في المستقبل. هنحاول نبني عليها في الفيديوهات اللي جاية. الغرض من القناة والغرض من فيديوهاتي هو بناء وعي مالي سليم. ليه احنا بنشتكي من الفلوس؟ ليه احنا بنشتكي من قلتها؟ يا راجل ده انا اعرف ناس شخصيا عندها مبالغ ما كانتش تحلم بيها ومش عارفة تعمل بيها ايه. ايه؟ ان هي عندها وعي مالي خاطئ. في نهاية الفيديو أنا بشكرك انك وصلت للاخر، وبشكر كل الناس اللي دعمت القناة ودعمت الفيديو واشتركت في القناة، وعايزك
ما تقلقش، ما تخافش، لازم تتغيّر ماليًا ولازم تغيّر وعيك المالي، وإن شاء الله ده اللي هنشتغل عليه مع بعض إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. أنا باشكرك والسلام عليكم.